في طريقتين للكالر كوركشن، هما يعني قريبين لبعض، في اختلاف بسيط بينهم هنقوله في الاخر. اول طريقه ودي اللي انا بشتغل بيها، نبقى اعلم الفيديو كده من على التايم لاين وادوس على كالر وابدا اشتغل فيه زي ما هنشتغل دلوقتي. اول حاجه بزود الاكسبوجر حاجات بسيطه مش كتير، يعني بخليها نص او حاجه بسيطه، لان المكان اللي انا بنور فيه اضاءه عاليه. بزود الكونتراست برضو شويه، يعني خليه 30، والهايلايت بزودها شويه 25 مش كتير برضو لان المكان اضاءته عاليه برضو. الشادو بفتحه حاجه بسيطه يعني 15 10 حاجه زي كده. الوايت بقلله بقى شويه عشان الاضاءه عندي عاليه زي ما قلت لك، يعني ممكن -40 احيانا اكتر من كده. البلاك مش بفتحه لسبب او مش بلعب فيه لسبب، البلاك لو فتحته بيقلب على لون رمادي، فاللون الرمادي بحس انه بيبوظ الوان الفيديو او بيبوظ اللون الاسود فيه، فبسيبه زي ما هو مش بلعب فيه. الساتوريشن بقى هنا بخليه 110، والتمبريتشر بخليها -5 عشان تدي لون ازرق شويه، لان لما ببدا العب في الاكسبوجر والكونتراست والحاجات دي بتزود اللون الاصفر شويه، او مش بتزود اللون الاصفر، بتضيع اللون الازرق بتاعه، فبديها تمبريتشر -5 عشان يديني شويه لون ازرق. بعد كده ده البيزك كوركشن، كده خلصنا. جنبك في البيزك كوركشن في تريكايه لازم اقول لكم عليها، مهمه وبتدي لوك حلو للفيديو. علي الهايلايت وقلل الوايت، تاني علي الهايلايت ووطي الوايت، وبرضو على حسب الفيديو بتاعك. خلينا نتفق من الاول ان الكالر كوركشن ذوقيات، كل واحد وذوقه، ولازم تبقى عارف انت عايز توصل ايه بالفيديو بتاعك، يعني عايز توصل الوانه لايه او شكله يبقى عامل ازاي، لازم تبقى انت حاططها في ذهنك الاول قبل ما تشتغل.